ست الكل اللي تبقى شايفة الريد فلاجز اللي في العلاقة ومتضايقة منها ومش مطنشاها وعايشة تعبانة ولكنها ما عندهاش استعداد الرحيل. ليه بقى؟ عارفة المثل اللي بيقولك اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفوش؟ انت ممكن جدا تكوني بتطبقي المثل ده في حياتك اللي انت تعبانة فيها. يعني انت طالبة مني الشجاعة اني اسيب كل الذكريات دي واقول لها لا سوري؟ وانا ليه افكر ان انا اسيب الحاجة اللي انا عارفاها بكل حواراتها ومشاكلها واروح للمجهول اللي معرفش عنه اي حاجة؟ ويا عالم هرتاح في حياتي الجديدة دي ولا لا؟ والأهم يا عالم هعرف أحب تاني بعده ولا لأ؟ طب هو أنا لو دخلت علاقة تانية مش برضه احتمال يبقى فيها حاجات وحشة؟ طب ما الوحش اللي هنا اللي أنا عارفاه أحسن من الوحش اللي هناك اللي أنا معرفوش. لا وحش بوحش بقى، خلينا قاعدين في الوحش اللي احنا عارفينه، أهو يمكن يتحسن بعد كده أو يمكن أنا أتعود وأنسى. وهنا سؤالي بقى ليكي، المجهول أكيد مخيف لأننا حقيقي منعرفش عنه أي حاجة، ولكن الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي بيقول إن احنا مش عارفين نعيش وتعبانين، صح كده؟ يبقى العقل بيقول ان انت قدامك 3 اختيارات لاعاده تشكيل الوضع، يا تختاري ان انت تجربيهم كلهم يا تختاري حاجه منهم وانت حره. اما الاصلاح في العلاقه اللي انت تعبانه فيها ومش عارفه تعيشي فيها، اما التغافل، وساعتها عشان تتغافلي لازم يكون في حاجات شايله حاجات، لازم تكون في مكتسبات انت واخداها من العلاقه دي بتعوض النقص او بتعوض المشاكل اللي انت عايشاها، او الرحيل. بس كده.